من 8 ركعات صلاة الليلة 22 من شهر رجب المبارك. قلنا من 8 ركعات يعني شنو؟ يعني 4 صلوات مثل صلاة الصبح، كل صلاة مثل صلاة الصبح. قلنا عندنا 4 صلوات، نقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة واحدة، وقل يا أيها الكافرون 7 مرات. بعد يقول إذا فرغ من صلاته، يعني بعد ما تفرغ من الصلاة وتكمل كل الصلاة، يعني الركعتين بالركعتين والركعتين اللي بعدها، يعني وانت جالس انهيت كل الصلاة وانت جالس 10 مرات تصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد ونستغفر 10 مرات. زين، أجرها يا رسول الله؟ النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله قال: من صلى هذه الصلاة لم يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنة. يا رحمة الله الواسعة. ويكون موته على الإسلام، ويكون له أجر 70 نبيا. الأنبياء 124,000 نبي، اللي يصلي هذه الصلاة يأخذ أجر 70 نبيا. نسأل الله سبحانه وتعالى حقيقة أن نوفق وإياكم لأداء هذه الصلاة المباركة. اليوم ما أريد أخذ أي سؤال، فقط سؤال من الأخت الفاضلة، وهذه الظاهرة القبيحة، وهذه الظاهرة المحرمة شرعا، وهذه الظاهرة البدعة، محرمة وبدعة. والأخوات حقيقة يعني كثير دا يتصلون ومتألمات ودا يعانون معاناة عجيبة، والله عجيبة. وأقول إحنا بيا زمن إحنا. خلينا نشوف إحنا وياكم، وأرجو الانتباه، وهذا الصوت إن شاء الله، هذا الصوت مالتي توصلوه لأبعد مكان، حتى لعل هذه الظاهرة إن شاء الله إحنا وياكم يعني نبعدها. زين، شايفين أنتو مرة وتوفى زوجها، يعني مرة توفى زوجها، مو توفى زوجها، وكأنه يعني انهجم بيتها من ناحية هذه الأمور اللي الآن راح أذكرها. الأخت الفاضلة تقول: أني زوجي انتقل إلى رحمة الله. يعني هذه المرأة اللي يروح زوجها، يروح عزيزها، يروح يعني عامود خيمتها، شوفوا ايش دا يسوون اياها. خلص راح إلى رحمة الله. لزمت العدة الشرعية، تقول لزمت عدة الشرعية عند أهل زوجي. اسمعوا، رقم 1 تقول: سجنوني في غرفة. شوفوا البدع، سجنوني في غرفة، وكأنه بها يعني مرض والعياذ بالله خطير. بعد ما تشوفين مراية تقول: ما باوعت بمراية، محبوسة وما تغسلين. زين، هاي 4 أشهر و10 أيام عدتها، لا تغسل، لا تشوف مراية. شنو هالكآبة؟ داعش انتو تسوون هذا الفعل بهاي المرأة اللي هي محتاجة الحنان، محتاجة شخص يآنسها، محتاجة واحد ينسيها هاي المصيبة اللي مرت عليها. مرأة مكسورة. شوفوا ايش دا يسوون اياها، تنسجن في غرفة، ما حد يشوفها، خلاص. بعد ما تبوعين على واحد، شكو ما تبوعين بمراية، ما تغسلين. اسمعوا انتو، تقول: من خلصت العدة اللي هي 4 أشهر و10 أيام، وهذا الرعب وهذا الخوف وهذه المعاناة اللي عانيتها، أخذوني للشاط، طبيت بالمي. وهي عم احكي كلامها، تقول: وكنت مرعوبة، أخاف أغرق. تقول: كانت الدنيا باردة كلش. هاي احنا عاداتنا وتقاليدنا، طاح حظ هيك عادات،
طاحظ هيك عادات وتقاليد اللي ما مأخوذة من آل محمد عليهم السلام، ما مأخوذة من آل محمد. بعد تقول جابوا لي ديك وقالوا لي تعال خنقيه، تقول واني بالمي، والله ما ادري يعني ايش تحكي شو تقول، والله ما ادري بصراحه، مرات تعجز الكلمات. ما يخلون اي حامل الطبلي الجريده اريد اقرا لي جريده، ممنوع، ما يقبلون يقول اقراها، ولا اباوع باي صوره، ممنوع. تقولوا صارت بي حاله نفسيه الى الان، انا صار 20 سنه من توفى زوجي، الى الان انا اعاني، والى الان عفوا هذه العادات تقول موجوده في منطقتنا، انا ما راح اذكر هاي المنطقه ولا اذكر هاي البلده، طبعا هي بالعراق، ما راح اذكر هاي المنطقه مراعاه يعني، بس الكل دا يسمعني زين. وتقول صارت بي حاله نفسيه وانا الان بصراحه مو طبيعي، يعني لحد هسه انا لحد الخوف مال ذيك الاربعه اشهر وعشر الى الان انا خائفه ومرعوبه. قتلت لكم حيوان ديك بعد تعي خنقي، حلال حرام، وقتلتوا امراه يعني فوق ما زوجها، انتم قتلتوها، والله قتلتوها نفسيا، حطمتوا نفسيتها. على كل حال تقول شيخنا هل هذا صحيح وهل هذا يعني إلى للإسلام صلة؟ لا، هذا كله من البدع وهذا كله حرام، وكل من يقف مع هؤلاء هو مشارك بهذه الجريمة. أنا أعتبرها جريمة والإسلام يعتبرها جريمة. ليش؟ لأنها بدع، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وين؟ عفية، في النار، في النار. وتقول شيخنا وحدة زوجها مات قبل كم يوم وهي الآن خايفة لأن راح يصير بها مثل ما صار بي، فأرجو أن قالت شيخنا تطلع لنا فد مقطع، أنا راح أنشره، أنا راح يعني أشوف منطقتنا حتى لعله يعني ينتهون من هذه المسألة. زي شيخنا بين لنا المرأة لها حق أن تشوف ناس، هي شنو المشكلة؟ بحجاب كامل، أنا راح أفصلها نفس هذا، بحجاب كامل تشوف حماها غير حماها، تطلع للدكتورة، تروح تشوف تروح صلة رحم، ما عندنا مشكلة. بعد ما تشوفي مراية كذب حرام، منين جبتوا هاي البدعة؟ تخلي تشوف مراية، تمشط، تنظف، تغتسل، هم ماكو مشكلة. بعد والله هي هواي، وهذه قتلة تقرأ جرايد أو كذا، كل هذا يا أحبتي والله كل ما لا بها آية ولا بها رواية، وكل بدع وضلالة. على كل حال هذا كل بدع وكل ضلالة. والمرأة اللي يتوفى زوجها شغلتين فقط، أولا أن تلتزم بعدة 4 أشهر و10 أيام وما تتزوج خلال هاي الفترة 4 أشهر و10 أيام. بعد أن لا تتزين بزينة، ما تتزين بزينة. شيخنا ورا هذا كله اكو شيء؟ لا ماكو شيء، خلص هذا اللي تلتزم بهن المرأة. شيئين يا رب يوصل صوتنا يا رب، ونخلص من هاي الظاهرة القبيحة وهذه الظاهرة المحرمة، محرمة شرعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، ألا يعني يرجعون للجاهلية الأولى، هذا من الجاهلية الأولى. نسأل الله سبحانه وتعالى التفقه في دين آل محمد، وأسألكم الدعاء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناة الخادم الشيخ جواد الطائي لنستمر في خدمتكم إن شاء الله.